في جمهورية الموز، عندما يصبح الشعب إرهابيا والقاتل بطلا شعبيا، عندما تزيف الحقائق وتتبدل القيم وينعدم المنطق، وقتها يصبح الشاب أشرف المتحدث الرسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب المصري العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير أيها الشعب الكريم. في الحقيقة السب أشرف ورده اتصال بالأمس من مؤسسة الرئاسة، فيها يا جدعان قال لك سيادة المثير الزعيم الفريق الركن الطبيب عبد الفتاح السيسي يريد أن يعين السب أشرف في منصب المتحدث الرسمي. السب أشرف رفض. ليه؟ السب أشرف يترفع دائما، يترفع عن أي منصب سياسي. وبعد الرفض المتكرر من السب أشرف قررت مؤسسة الرئاسة الاستعانة بالمستشارة تهاني الجبالي للضغط على السب أشرف. من أول ضغط الحقيقه السب أشرف واقفك على طول. لسه بستلم الشغل وبقول يا هادي، قال لك الحق أشرف خير يا اخوانا، قال لك الاخوان المتأسلمين تجار الدين مالهم يابا، قال لك ناشرين فيديو على الفيسبوك بيقول لك الشعب بعد ما سياده الفريق المثير الزعيم الطبيب عبد الفتاح السيسي فتح لهم وتفضل عليهم واغدق عليهم من عنده وفتح لهم محطه السادات، قال ايه الشعب بيسم سياده المثير. انزل يا ابني بالفيديو. في الحقيقة يا اخواني انا هذا الفيديو الذي شاهدتموه الصورة حقيقية وكل حاجة في الكلام، ولكن تم تركيب اصوات اخوان ارهابيين متأسلمين تجار دين على الفيديو الحقيقي ليصبح كما سمعتموه الان، ولكن السب أشرف دائما لديه مصادره الخاصة. وان مؤسسة الرئاسة متمثلة في شخص السب أشرف تتقدم لعموم الشعب المصري بالفيديو الحقيقي، واحكم انت يا محترم. بنحبك يا سيسي، بنحبك يا سيسي، بنحبك يا سيسي. اظن مفيش كلام بقى، ها سمعتوا بعينكم وصفتوا بودجوا. وما اثير بالامس حول الفيديو بتاع الواد اللي جايبينه وهو بيسجد والناس بتقول له اسجد عشان نصورك ونطلع نعمل سوء اعلامي والكلام الفاضي ده، ما تخليش حد يضحك عليك يا محترم. السب أشرف ومعاه فريق مكون من 11 فرد من المخابرات العامه تقصينا حوالين المساله الى ان وصلنا الى ان هذا الفيديو مفبرك تم صناعته في امريكا تحت رعايه مسؤول مكتب الاخوان صعبة هوليود الاخ مايكل عبد المنعم لويس. ايه المشكله مايكل عبد المنعم لويس؟ الحقيقة بقى يا اخواني يا متأسلمين يا تجار الدين ان الفيديو ده السب أشرف كان حاضر فيه بنفسه. الواد ده يا اخواني جاله خبر الافراج وقت صلاة الظهر، الواد من فرحته وحبه للسيد المثير الزعيم الفريق الطبيب عبد الفتاح السيسي راح مصلي الظهر مغرب، فالسب أشرف حب ينبهه قال له خلي بالك عليك سجدتين سهو. خلي بالك يا ابني عليك سجدتين سهو. احنا مش هنطلع في الكادر ها؟ خلاص صورت. لا لسه فاضل سجدة يا محمد. يا باشا. وفي النهاية لكي تتواصل مؤسسة الرئاسة مع عموم الشعب المصري لقد فتحنا باب الأسئلة عبر اليوتيوب والفيسبوك، يمكنك طرح السؤال في التعليقات ويجيب عليها السب أشرف. وكان السؤال الأول كيف يحاكم مرسي في قضية اقتحام السجون وهو أصلا كان جوه. أقول لك يا محترم امال احنا ادينا له اعدام ليه؟ اي حد بيقتحم سجن يا اخوانا بياخد 5 6 سنين 10 سنين في القانون الدولي بكتيره، لكن المصيبه انها تجيلك من اهل بيتك من جوه. والسلام عليكم عليك تفكر اللي جابك أي صوتك من عسكري.